اهلا بكم الدفعه الجميله طلبه الادبي. بنتكلم النهارده في شابتر 1 في الفيديو نمبر 4 من اهم الفيديوز اللي موجوده في شابتر 1. اهمهم اختارهم بيجي كتير في الامتحان عليه اسئله كتير. في افكار جامده اللي هو الجزء بتاعنا التوبيك 4 في التقسيمه بتاعتنا الجديده اللي هي الايكويشن اوف ريجريشن، من اهم الدروس اللي موجوده في شابتر 1 واللي عايزه هدوء جدا وانت بتتفرج على الفيديو لان في تفاصيل كتير. تعالى نبدا يلا بسرعه علشان ما نضيعش وقت ونشوف الجزء بتاعنا بيتكلم عن ايه. بعد ما احنا خلصنا الجزء بتاع بيرسون وسبيرمان والكورليشن، داخلين النهارده في الايكويشن اوف ريجريشن. طب هي ايه القصه بتاعت الايكويشن اوف ريجريشن؟ احنا اتفقنا دايما ان احنا اصلا هي الفكره اصلا في اليونت ديت ماشيه عن، يعني بتتكلم عن ايه اصلا؟ بتتكلم عن ان احنا معانا اكس وواي في جدول، واحنا الاكس والواي دولت بنقدر نحسب لهم حاجه اسمها كورليشن. الكورليشن دوت اللي هو الارتباط ما بين الارقام اللي موجوده فيه. يعني هنا مثلا كان عندك 1 و4 مثلا، او 1 و2 و4، وهنا في عندك 3 و6 و7، واحنا قدرنا نحسب الكورليشن اللي ما بينهم، يعني الارتباط اللي ما بينهم. فالارتباط ده كان بيطلع دايركت او سترونج او ميديوم او انفرس او وات ايفر ايه هو اللي بيطلع. وعشان تقدر تحسبه كنا بنستخدم طرق مختلفه. كنا خدنا طريقتين، الطريقه الاولانيه اللي هي كانت بتاعت بيرسون، والطريقه الثانيه كانت بتاعت سبيرمان، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضرات الايه السابقه. طيب النهارده بقى احنا عايزين نشوف هو القصه دي ماشيه ازاي. هو خلي بالك لو انا جيت مثلا يعني حبيت ارسم جراف للموضوع ده، هتلاقي ان في هنا اكس وهنا في واي. فالاكس هنا مثلا كان في ارقام مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا برده كان في ارقام معايا اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. لو انا حبيت احط الجراف دوت، انت المفروض هتحط الاكس والواي. فمثلا الاكس ديت طلعت 1 و3، البوينت الثانيه مثلا طلعت 2 و6، اللي بعديها طلعت 4 و7 وهكذا. صح؟ حلو. اللاين البوينتس اللي انا حطيتها دي كلها اللي مرسومه في الجراف، احنا اتفقنا ان البوينتس ديت لما بنيجي نرسمها كنا بنقدر نحدد هي سترونج ولا ميديوم ولا انفرس ولا دايركت من خلال الرسمه. لو تفتكر في اول جزء معايا قلت لك لو انا راسم اللاين كده، اللاين دوت لو كان بالشكل اللي هو الرايت، يعني زي علامه النايكي كده، كنت بقول لك ان هو دايركت. واللاين دوت لو كان بالشكل ده كنت بقول لك ان هو ايه؟ ان هو انفرس. صح؟ طب هو اللاين ده بقى عباره عن ايه؟ اللاين اللي انا كنت عمال ارسمه دوت، اللاين دوت كان بيبقى لاين ماشي في النص ما بين البوينتس اللي موجوده عندي، اللي هي اصلا البوينت دي اللي هي اصلا اترسمت من التيبل ذات نفسه. حلو. اللاين ده بقى ده ستريت لاين. فالستريت لاين دوت ليه ايكويشن. الايكويشن ديت بتحدد لي بقى الايكويشن اوف ستريت لاين ده، الستريت لاين ده بقى ماشي ازاي. وهو ده النهارده اللي هنتكلم عليه. هنتكلم عن الايكويشن اوف ريجريشن، يعني الايكويشن بتاعت الستريت لاين. الستريت لاين اللي هو بيكون باص البوينتس اللي موجوده معايا ديت، اللاين بتاع الايكويشن ذات نفسه ده هنتكلم عليه ازاي هنقدر نجيبه. تعال اقول لك الايكويشن اوف ريجريشن دي بتتجاب ازاي، اللاين دوت بنجيبه ازاي. مبدئيا كده الستريت لاين دوت ليه ايكويشن ثابته، كنا خدناها زمان في بريب وخدناها في سكندري 1 برضه، سواء كنت علمي او ادبي يعني. فالايكويشن بتاعت الستريت لاين دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن y ايكوال mx بلس c. لو تفتكر كده كانت الواي والاكس ديت كونستانت، يعني سوري فاريبلز، يعني ما بتتغيرش. انما كانت الام والاكس دولت هو اللي بنجيبهم الارقام بقى اللي احنا كنا بنقدر نوصل لها. الام دي كانت عباره عن ايه؟ الام دي كانت عباره عن السلوب لو تفتكر، والسي ديت كانت عباره عن الانترسبت بارت من الواي اكسس. يعني لو احنا قطعنا من الواي اكسس جزء قد ايه كانت بتطلع منه السي. فدلوقتي احنا معانا الانترسبت بارت سي، سوري الانترسبت بارت، يبقى الواي ايكوال ام اكس بلس سي. احنا في الايكويشن بتاعت الستريت لاين بتاعت الايكويشن اوف ريجريشن اللي احنا هندور عليها، الايكويشن هتبقى بنفس الشكل، بس احنا مغيرين بس الحروف بتاعت الام والسي. فكاتبينها ايه؟ كاتبين ان الواي، بص ركز بقى يا صاحبي، ها، كاتبين ان الواي ايكوال بي اكس بلس ايه. ينفع اكتبها انا y ايكوال اي اكس بلس بي، ما عنديش مشكله على فكره، زي ما انا كنت كاتبها y ايكوال ام اكس بلس سي. يعني اللي اقصده ايه؟ اللي اقصده ان الحروف دي ما تفرقش معايا، استخدم اي حروف انت تحبها. المهم ان الايكويشن دي عباره عن y ايكوال حاجه بتكون جنب الاكس ورقم تاني لوحده. الهدف من المساله كلها، من الايكويشن كلها، ان انت توصل للرقم اللي جنب الاكس وتوصل للرقم اللي لوحده اللي هو بيتكتب لوحده. يعني في حاجه هنا هتتكتب جنب الاكس وفي رقم هنا هيتكتب لوحده. تمام؟
الرقم اللي جنب الاكس ده بقى هنسميه كوفيشنت اوف اكس، او ممكن في المساله تلاقي مكتوب عليه اسمه سلوب او كوفيشنت اوف اكس. طيب الرقم اللي لوحده دوت هنجيبه بقى في المساله، ده ملوش في المسائل هنا عندنا ملوش اسم، بس هو عموما يعني هو الانترسبت واي، الانترسبت فروم واي اكسس. بس احنا في عندنا في ثالثه ثانوي يعني في المنهج بتاعنا ما بنسالكش عن الرقم دوت اسمه ايه. تمام؟ بس تعالى بس معايا دلوقتي، احنا اتفقنا ان الايكويشن هنسميها واي ايكوال بي اكس بلس ايه؟ عايز تسميها ايه اكس بلس بي مش فارقه، طب عايز تخليها واي ايكوال اي بلس بي اكس برضه مش فارقه معايا، يعني ابتديت بالاي الاول وبعد كده البي فمش فارقه. طب البلس دي يا مستر هي بلس ولا ماينس؟ هي بص هي دايما بلس، بس ان كيس ان الاي دي مثلا طلعت نيجاتيف ممكن اكتبها ماينس 2 عادي. طب ان كيس ان البي ديت مثلا طلعت نيجاتيف فممكن اكتبها نيجاتيف بي اكس عادي مش فارقه معايا، يعني دي كده كده ده رقم معايا. فانا الهدف من الموضوع ان انا اكون الايكويشن اللي هي واي ايكوال رقم جنب الاكس ورقم ايه لوحده، اسمه ايه بقى مش فارقه معايا. كل واحد من هنا ليه رول. تعال نقول ان احنا سمينا الايكويشن واي ايكوال بي اكس بلس اي، انا سميتها كده. طيب مبدئيا كده في رقم جنب الاكس ده ممكن اقول عليه سلوب او ممكن اقول عليه ايه كوفيشنت اوف اكس. تمام كده؟ معلومه بقى مهمه قوي، الرقم اللي جنب الاكس دوت بيدل ان الكورليشن بتاعي بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني دايركت ولا انفرس، بس ما يقدرش يحدد هو سترونج ولا انفرس. سترونج وانفرس دوت لازم نحدده من بيرسون او سبيرمين. بس الرقم اللي جنب الاكس دوت لو طلع بوزيتيف يبقى انا كده عارف ان الرسمه بتاعتي عامله زي علامه الرايت اللي هي الصح، فشور كده هو هيبقى دايركت. لو كان اللي جنب الاكس دوت نيجاتيف يبقى انا كده عارف ان هو نازل على تحت، يعني هو المفروض كده يطلع ايه انفرس. فهمت معايا؟ يبقى انا كده ممكن اكون عارف هو دايركت ولا اكون عارف ان هو انفرس من خلال الكوفيشنت بتاع مين؟ بتاع الاكس. تمام؟ تمام يا صاحبي. تعالى معايا بقى واحده واحده. الرقم اللي جنب الاكس دوت علشان اجيبه ليه رول. ايه الرول بتاعه؟ انا دلوقتي بحسب، انا بقى خلي بالك ده مش الرول اللي انا هكتبه ده مش كل مره ممكن يكون بتاع البي، انا علشان انا كاتب هنا المساله بي، ها لو انا كاتب ان ده ايه هيبقى اسمه ايه. الرول اللي انا هكتبه ده الحاجه اللي جنب الاكس وات ايفر انت مسميها ايه. طيب الرول بقى الرقم اللي جنب الاكس دوت هيكون اسمه ايه؟ القانون بتاعه. شفت انت الحته الاولانيه بتاع بيرسون اللي هي ان سمشن اكس واي ماينس سمشن اكس سمشن واي؟ ايوه ده كده الجزء بتاع بيرسون بس من فوق. تحت بقى كان في 2 روت، واحد للاكس وواحد للواي، انا هاخد الحته بتاعت الاكس بس من غير روت. ان سمشن الاكس باور 2 ماينس سمشن الاكس اول باور 2. هنحسب ده الرقم ده هيطلع الرقم اللي جنب الاكس، الحاجه اللي جنب الاكس. طب يا مستر الرقم اللي جنب الاكس دوت ليه افريج معينه، يعني لازم يطلع من نيجاتيف 1 ل 1 او لا خالص، ممكن يطلع معاك اي رقم، فيطلع بوزيتيف نيجاتيف 7 8 9 وات ايفر مش مشكله هيطلع زي ما هو. تمام؟ طيب تعالى معايا بقى للحته دي. الحته دي اللي هي مين بقى؟ اللي هي البي، صح؟ عايزين اللي هي الايه؟ عايزين نحسب الرقم اللي لوحده. الرقم اللي لوحده بقى هنجيبه ازاي؟ بص بقى صح، سمشن الواي ماينس الرقم اللي انت جبته من هنا انت مسميه بي، يبقى البي سمشن الاكس اوفر الان. الرول ده بيحسب ايه؟ بيحسب الرقم اللي مكتوب هنا لوحده. يبقى احنا كده معانا الرقم اللي جنب الاكس ومعانا الرقم اللي لوحده. مثلا افرض ان دي طلعت 5 بعد ما حسبتها، وافرض ان دي طلعت 7، يبقى انت كده من حقك ان انت تكون الايكويشن وتقول ان الايكويشن y ايكوال 5x بلس 7. طب مثلا افرض دي نيجاتيف، خلاص يبقى ممكن تقول y ايكوال 5x ماينس 7، يعني على حسب الرقم اللي هيطلع هنكتبه. فهمت الفكره معايا؟ دي الفكره الاولانيه ازاي ان احنا نكون الايكويشن اوف ريجريشن. طب لو انا معايا الايكويشن اوف ريجريشن، يعني مثلا لو انا كاتب لك ان y ايكوال لو انا كاتب لك ان y ايكوال 3x ماينس 4، هل تقدر انت تحدد لي الواي بكام لو كانت الاكس ايكوال 2؟ يعني if x equal 2 يبقى الواي ايكوال كام؟ خلاص سهله، يبقى انت هتشيل الاكس دلوقتي وتحط بدالها كام؟ 2. يلا شيل الاكس وحط بدالها 2، يبقى الواي ايكوال 3 باي 2 ماينس 4. بالكالكوليتور هتطلع 2. طب مثلا افرض الاكس كانت ب 9، خلاص يبقى الواي ايكوال 3 باي 9 ماينس 4، وطلع دي بالكالكوليتور هتطلع.
طب ينفع لو انا اديتك الواي تحسب الاكس؟ عادي. طيب يعني مثلا قول لي مثلا ان الواي ايكوال 4x ماينس 1 وانا قلت لك ان الواي ايكوال 10، يبقى الاكس كانت ايكوال كام؟ خلاص يبقى ال 10 ايكوال اللي هي مكان الواي 4x ماينس 1، ونعمل دي على الكالكوليتور شيفت سولف. بتعرف تعمل الحركه بتاعت الشيفت سولف ولا ما بتعرفش؟ بتعرف. تعالى يعني هوريها لك واحنا شغالين. بس عموما يعني انا ممكن احسبها بمخي، اودي ال1 هناك يبقى 4x ايكوال 11، يعني الاكس ايكوال 11 اوفر 4، وده هتطلع بالكالكوليتور بالحركه بتاعت الشيفت سولف. تمام؟ يبقى دي الفكره الاولانيه، ان انا ممكن احسب الايكويشن. طب لو انا معايا الايكويشن ممكن احسب الاكس وممكن احسب الايه وممكن احسب الواي. تعال نشوف بقى الافكار بتاعت المسائل اللي بتيجي على الايكويشن اوف ريجريشن، علشان ده من الحاجات المهمه قوي اللي بتتكرر في الامتحان وكتير كمان. فتعالى نشوف واحده واحده ايه اللي هيحصل معايا. احنا طبعا خلصنا كل الافكار دي كلها اللي هي بتاعت بيرسون وسبيرمان والايكويشن اوف بيرسون وسبيرمان والريجريشن، وهنتكلم دلوقتي عن الايكويشن اوف ريجريشن. يلا يا صاحبي، يلا بينا بقى. تعالى نشوف اول مساله معانا من المسائل المهمه اللي كانت بتيجي. دلوقتي سمشن الاكس سمشن الواي، الاكس بار 2 والاكس واي مديني كل حاجه وطالب مني الايكويشن اوف ريجريشن. طيب احنا اتفقنا مع بعض عشان نحسب الايكويشن اوف ريجريشن يبقى انا محتاج احسب الرقم اللي جنب الاكس ومحتاج احسب الرقم اللي لوحده. فتعالى نحسب اول حاجه الرقم اللي جنب الاكس، ار مش الار بقى، هنقول A او B وات ايفر ايه هو الاسم، مش هكتبه. القانون بتاعه كان ان سمشن الاكس واي ماينس سمشن الاكس سمشن الواي، وتحت ان سمشن الاكس باور 2 ماينس سمشن الاكس اول باور 2. صح ولا ايه؟ معايا؟ انا كده كتبت الايه؟ الرول. وتعالى نعوض في المساله. فيلا نعوض في المساله. الان هنا اللي عندي كانت ب 5 ملتبلاي سمشن الاكس واي اللي هي 92 ماينس سمشن الاكس اللي هي ب 25 ملتبلاي سمشن الواي اللي هي ب 20، وانزل تحت الان تاني اللي هي ب 5 ملتبلاي سمشن الاكس باور 2 اللي هي 135 ماينس سمشن الاكس اللي هي 25 وعليها اول باور 2. لما حسبنا دي بالكالكوليتور طلعت نيجاتيف 0.8. حلو قوي. يبقى الرقم اللي جنب الاكس طلع نيجاتيف 0.8. هنكنسل بقى الحاجات اللي فيها دي غلط، عشان دي فيها بلس 0.8 اكس ودي غلط اكيد، لان هما الاثنين دولت الرقم اللي جنب الاكس طلع بالبوزيتيف واحنا مطلعين الرقم اللي جنب الاكس بالايه؟ بالنيجاتيف. فاضل نجيب مين بقى دلوقتي؟ فاضل نجيب الرقم اللي لوحده. طب ايه القانون بتاع الرقم اللي لوحده بقى؟ اللي هو كان عباره عن سمشن الواي ماينس الرقم اللي احنا لسه جايبينه بقى اللي هو النيجاتيف 0.8 سمشن الاكس اوفر الان. خلي بالك بقى ان هنا في ماينس، ها؟ فتعال نحط دي بقى يلا ايه على الكالكوليتور واحده واحده. دلوقتي سمشن الواي اللي عندي طلعت بكام؟ سمشن الواي كانت موجوده ب 20، يبقى هنعمل 20 ماينس دي بتاعت الرول، وبعد كده نيجاتيف 0.8 احطها بقى في براكت، نيجاتيف 0.8 ملتبلاي سمشن الاكس، سمشن الاكس اللي هي ب 25. هقفل البراكت وهعمل اوفر الان اللي هي ب 5 وهلاقي ان دي طلعت ب 8. يبقى انا هختار الرقم اللي لوحده طلع ب 8 مش بنيجاتيف 8، يعني دي كمان غلط. يبقى هي دي المساله المظبوطه الايكويشن اوف ريجريشن اللي انا كنت عايزها. فهمت بنكون الايكويشن اوف ريجريشن ازاي؟ فتعالى نشوف واحده ثانيه. هنا بقى في السؤال نمبر 2 ده هنا بقى مسهلها عليا خالص، لان هو اصلا اوريدي مديك الايكويشن اوف ريجريشن. بيقول لي if the equation of regression y equal 3 minus 4x، وده سؤال لذيذ جدا وسهل، بيكون مديك الدرجه بتاعته في جيبك وبيقول لك اتفضل خد الدرجه بتاعت السؤال اللي ما فيهوش اي تفكير. بيقول لك الايكويشن اوف ريجريشن 3 ماينس 4 اكس، وهو بيقول لك عايز الايكويشن وين اكس ايكوال 2. يبقى انا كل اللي هعمله همسك الكالكوليتور بتاعتي وهكتب 3 ماينس 4 ملتبلاي الرقم اللي هو قال لي عليه. هو قال لي ان الاكس هنا عندي ب 2 وهنطلع دي بالكالكوليتور طلعت نيجاتيف 5، عشان كده هختار نيجاتيف 5. فهمت الفكره؟ ما فيهاش اي صعوبه خالص ومن الحاجات المهمه. الحته اللي جايه دي بقى من اهم المسائل اللي موجوده في الايكويشن اوف ريجريشن، فعايزك تركز معايا فيها قوي 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 قوي. بص بقى يا صاحبي، احنا اتفقنا ان التيبل ذات نفسه بيكون ريليشن بين الاكس والواي، صح ولا غلط؟ والايكويشن بتاعت الستريت لاين دي الايكويشن اللي هي بتكون باثنج ثرو البوينتس دي كلها بس في النص ما بينهم، صح؟ اللي بتحدد البوينتس ديت هي دايركت ولا انفرس، صح؟ حلو.
هو بيقول لك if the equation of regression y equal 4 plus 0.5x. هو اصلا مديك الايكويشن، قال لك من التيبل بقى ان الفاليو بتاعت الواي از 7.2 لما الاكس كانت ب 6. يعني في الجدول اللي هو كان عامله بتاع الاكس والواي، لما يعني هو كان في جدول كده، الجدول ده كان فيه اكس وواي، هو بيحكي لك الحكايه يعني. الاكس والواي دي لما الاكس كانت ب 6 الواي بتاعتها طلعت ب 7.2. انما هو عايز الايرور بتاع الواي هيطلع بكام؟ يعني هو لما حط الاكس ب 6 ما طلعتش زي الجدول بقى اللي هي 7.2. الفرق اللي ما بينهم بقى ده قد ايه؟ تعال بقى احكي لك حكايه عشان الحته دي مهمه قوي. دلوقتي يا صاحبي انت رحت تشتري حاجات من السوبر ماركت. السوبر ماركت دوت كان الحساب بتاعه 100 جنيه. رحت انت حضرتك دفعت 80 بس. الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ عندك غلطه. الغلطه دي كانت بكام؟ ب 20. برافو عليك. طب جه في يوم تاني الحساب كان 100 جنيه، دفعت انت 130. الكلام ده صح ولا غلط؟ برضه غلط. بس انت زودت فلوس، انت دفعت كام دلوقتي؟ 30. ال 30 دول كانوا غلطه. السؤال بتاعي بقى، لما انا كنت بسالك عن الغلطه، لما انت كنت دافع 80 في المره الاولانيه انت كنت دافع اقل، فانت قلت لي ان الغلطه 20. في المره اللي بعديها لما سالتك عن الغلطه انت قلت لي الغلطه 30. هل انت في مره قلت لي نيجاتيف 20 وبعد كده قلت لي 30؟ لا، انت كنت بتقول لي الغلط وخلاص. انا هنا نفس الكلام، ما بسالكش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. الايرور دوت ده عباره عن الحاجه البوزيتيف بس، هو الابسوليوت ديفرنت بتوين الريل فاليو والفاليو الثانيه اللي مش الريل، يعني الحقيقيه واللي مش حقيقيه. فاحنا بنجيب الايرور دوت بالابسوليوت ديفرنس، يعني لازم يطلع معاك بوزيتيف. فتعال نبص بقى احنا هنعمل ايه في المساله. هنشيل الاكس دي ونحط ال6 اللي هو قال عليها جوه المساله. فامسك الكالكوليتور بتاعتي وهكتب 4 بلس 0.5 ملتبلاي 6. هل انت بقى متوقع ان الاجابه تطلع 7.2؟ الطبيعي ان هو بيسالك عن الايرور، فالمفروض ان هي ما تطلعش 7.2. طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا ب 7 بس. انما هو بيقول لك بقى ان هو حاسب على كام؟ بص هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان المفروض كان يحاسب على 6 بس هو دفع 7.2. انما حق ربنا كانت ال6 ديت لما طلعت معايا بالكالكوليتور حسابها كان 7 بس. هو بقى دفع كام؟ 7.2. يبقى الغلطه اللي حصلت عندي قد ايه؟ اعمل 7.2 ماينس 7 تطلع ب 0.2. طب ينفع كنت اكتبها بالنيجاتيف؟ لا، يعني انت كده كده اصلا مستبعد الاثنين دول. في الايرور احنا كده كده مستبعدين الرقمين اللي بالنيجاتيف، وده سؤال من الاسئله المهمه جدا. طب اسالك سؤال انا بقى، لو هو انت حطيت ال 7.2 ديت، لو انت حطيت ال 6 وطلعت 7.2، عارف معنى كده ايه؟ معنى كده ان مفيش ايرور، يعني الايرور كده هيطلع بزيرو، يعني الحساب كان 7.2 وانت دفعت 7.2 يبقى مفيش غلطه. طب هو 7.2 وانت دفعت 7 يبقى عندك غلطه. الغلطه دي قد ايه؟ 0.2. طب هو 7 وانت دفعت 8 يبقى في غلطه اللي هي ال1. بتحسبها ازاي؟ بتعملهم ماينس. يبقى فهمت يعني ايه ايرور؟ يبقى الايرور بتحسب ازاي؟ بتحسب الرقم عادي وبعد كده تشوف الغلطه اللي عندك كانت قد ايه. يلا يا صاحبي تعالى نشوف السؤال اللي بعديه من الاسئله المهمه. مديني تيبل، والتيبل دوت بيقول لك عايز يحسب فيه الايكويشن اوف ريجريشن. سؤال كبير موت. ليه بقى؟ لان احنا هنا علشان نحسب الايكويشن اوف ريجريشن اتفقنا ان احنا لازم يكون معانا سمشن الاكس وسمشن الواي، ولازم نحسب الاي ولازم نحسب البي. المشكله بقى هنا ان احنا ما عندناش الارقام اللي هنشتغل عليها. فتعالى بقى نمسك الجدول دوت ونشتغل على الارقام ديت ونحسب سمشن الاكس وسمشن الواي وسمشن الاكس باور 2 علشان نجيب كل حاجه موجوده معانا. السؤال هيبقى كبير بس من الاسئله ايه المهمه. وتعالى نكتب الارقام ديت، تعالى نكتبها كده في بيج فاضيه. 5 8 10 14 16 20. حفظت معايا؟ تعالى نعملها. 5 8 10. الجدول اهو هعمله بس هنا في الفاضي. 5 8 10. ومين تاني؟ 14 16 20. 14 16 20. تعال نجيب الارقام بتاعت الواي. الارقام بتاعت الواي 4 و6 و9. 4 و6 و9 ومعانا 11 و12 و15. 11 و12 و15.
ويلا بقى يا صاحبي نشتغل واحده واحده. هنعمل ايه بقى؟ احنا كده مضطرين ان احنا نحسب كل الارقام اللي موجوده معانا. يعني انا عايز اكتب الاكس باور 2، عايز اكتب الاكس والواي والاكس باور 2 والواي باور 2 والاكس واي. يلا بقى بينا. الاكس هنا عندي بكام؟ اللي هي 5 و4 سوري 5 و8 و10 و14 و16 و20. وهنحسب الواي اللي هي كانت 4 و6 و9 و11 و12 و15. هنحسب الاكس باور 2، يعني هنعمل بقى 5 باور 2 ب 25 و8 باور 2 ب 64 و100 و14 باور 2 و16 باور 2. هطلع الكالكوليتر دلوقتي واحسبهم معاك. وتعالى نجيب الواي باور 2. الواي باور 2 هنا اللي هي تبقى عندي 16 و36 و9 و81 وهكذا. همسك الكالكوليتر بتاعتي وهحسب معاك. وبعد بعد كده هجيب السمشن الاكس باور 2 وهجيب الاكس واي برضه. هعمل 5 باي 4 ب 20 و8 باي 6 ب 48 وهجيب سمشن الاكس وهجيب سمشن الواي وهجيب سمشن الاكس باور 2 وهجيب سمشن الواي باور 2 وهجيب سمشن الاكس واي. يلا احسب معايا وتعالى نحسب الارقام دي كلها ونشوف الارقام طلعت بكام. يلا يا صاحبي كده جمعنا الجدول خلاص. جبنا الاكس والواي، سمشن الاكس باور 2 سمشن الواي باور 2 والاكس واي. تعالى بقى ننقلهم عشان نحل ايه؟ نحل المساله. تمام؟ يلا. احنا نقلناهم، جبنا سمشن الاكس. انت عرفت انا جبت سمشن الاكس ازاي؟ وجبت سمشن الواي والاكس باور 2 والواي باور 2. يلا بقى نحطها ايه؟ نحطها على الكالكوليتر. يلا. هنكتب اول حاجه. انا دلوقتي بدور على الرقم اللي جنب الاكس اللي هو ان. الان دي هو اصلا مش مديهاني، ده انا هعدهم 1 2 3 4 5 6 6. تمام. يبقى الان اللي معايا اللي هم 6 ملتبلاي سمشن الاكس واي اللي هي 806 ماينس سمشن الاكس اللي هي 73 ملتبلاي سمشن الواي اللي هي 57 وتحت الان تاني اللي هم 6 سمشن الاكس باور 2 اللي هي 1041. نسينا نعمل ملتبلاي هنا. 6 ملتبلاي 1041 ماينس سمشن الاكس اللي هي 73 وعليها اول برضه. يلا نطلع دي بالكالكوليتر. طلعت 0.73. 0.73 ده الرقم اللي جنب الاكس. 73 0.73 الرقم اللي جنب الاكس. وبالبوزيتيف مفيش غير الرقم ده. خلاص انا مش محتاج بقى اجيب الرقم الثاني لان دوت اصلا كان 0.3 وده كان 2.3 يبقى هو ده اقرب حاجه، ده اللي هو مظبوط اللي هي 0.3. يبقى هو ده الرقم اللي كان ايه؟ اللي كان مظبوط. تمام؟ 804. تمام يا صاحبي. ناخد المساله اللي بعديها. if y equal 2 plus 0.5x عايز الاكسبكتد فاليو لما الاكس equal 6. يلا ده السؤال ده سهل جدا. هنشيل الاكس ونحط بدلها 6. يلا نشيل الاكس ونحط بدلها 6. يبقى 2 بلس 0.5 ملتبلاي 6 على طول. وده من ضمن الاسئله السهله جدا اللي بتيجي والاجابه طلعت معانا ب 5. طيب لما يطلب مني بقى الاكس والواي جايبها لي بفكره ثانيه مختلفه. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي البوينت 120 and 356. طالما قال لك بوينت يبقى انت كده عرفت ان البوينت دي عباره عن ايه؟ صح؟ عباره عن اكس وواي. يبقى انت كده معاك الاكس ومعاك الواي. بيقول لك هو مديني الايكويشن اوف ريجريشن وبيقول لي عايز الايرور بكام؟ طب ما هو طالما عايز الايرور يبقى انا لازم اشيل الاكس واحط رقم علشان اشوف الاكسبكتد فاليو كانت بكام. طب وهي الاكس اصلا كانت بكام عندك؟ كانت ب 120. يبقى الطبيعي لو انا شلت الاكس وحطيت 120 المفروض تديني الرقم ده. ما تيجي نشيل الاكس ونحط 120 يعني نعمل 35.35 بلس 2.564 هنعملها ملتبلاي الاكس اللي هي ب 120 ونشوف المساله هنا طلعت بكام. المساله طلعت معايا هنا ب 343. ركز بقى 343.03 ده الرقم اللي طلع. هل الرقم ده موجود؟ لا مش موجود. ليه؟ لان هو عايز الايرور. هو بيقول لك بقى المفروض ان الرقم ده لما تشيل الاكس وتحط 120 المفروض يطلع لك الرقم ده. هو اصلا ما طلعش الرقم ده طلع كام؟ طلع 356. يبقى احنا هنعمل بقى الرقم دوت ماينس 356
6. وخلي بالك ان المساله دلوقتي هتطلع بالنيجاتيف، بس انا اتفقت معاك ان الايرور لازم تاخده بالايه؟ بالبوزيتيف. فالاجابه طلعت معايا نيجاتيف 12.9، ماليش دعوه بالنيجاتيف، يبقى هي 12.9. فين هنا 12.9؟ 12.9 ديت اللي هي ابروكسيميت ايكوال 13. من الاسئله المهمه جدا واللي بتبين لك انت ازاي فاهم فكره الايرور وفاهم فكره التعويض. طب تعالى نشوف واحده كمان. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان السمشن الاكس بكذا وسمشن الواي بكذا والان بكذا، وهو طالب مني الايه؟ هو طالب مني الايه ده الرقم اللي لوحده في الايكويشن. طب وعلشان نحسب الرقم اللي لوحده في الايكويشن بنجيبه ازاي؟ المفروض ان احنا بنعمل سمشن الواي ماينس البي سمشن الاكس اوفر الان. طب سمشن الواي هو مديهاني ب 32 ماينس البي ده بقى الرقم اللي جنب الاكس. طب يا مستر هو مش مديهوني؟ لا مديهولك اهو ب 2، يبقى ماينس 2 ملتبلاي سمشن الاكس اللي هي 10 اوفر الان، والان هنا اللي عندي ب 4. ويلا نحط دي على الكالكوليتر ونعمل 32 ماينس 2 ملتبلاي 10 ونعملها اوفر ال 4، ويلا نطلع الاجابه. طلعت معايا ب 3. سهل السؤال؟ سهل السؤال قوي. يلا اللي بعديه، عايز الايكويشن اوف ريجريشن 7 ماينس، عايز الاكسبكتد فاليو لما الاكس ايكوال كام؟ 5. سهل قوي ولطيف، شيل الاكس وحط بدلها 5. 7 ماينس 0.8 ملتبلاي 5. باكد على المعلومه، جت كتير ومن الاسئله المهم. طب يلا بقى عايزين نحسب الايرور. يلا عشان نحسب الايرور هنعمل ايه؟ يلا بينا تعالى نحسب الاول الاكس بكام؟ ب 5، وبعد كده نشوف الغلطه طلعت بكام. هو بيقول لك الاكس ايكوال 5 از 4، يعني المفروض تطلع معاه 4 لما يحط 5. تعالى نعمل 0.2 ملتبلاي الاكس اللي عندي اللي هي ب 5 ونعملها بلس 3. بوم، الحق طلعت بكام؟ ب 4. وهو اصلا ان هو بيقول لك بكام؟ ب 4، يعني الحساب كان 4 وانت دفعت 4، مفيش ايرور، يبقى الاجابه 0. حلو قوي السؤال ده. يلا تعال نشوف دي. بيقول لك الايكويشن اوف ريجريشن واي ايكوال بي اكس بلس ايه، الكوفيشنت جريتر ذان 0. يعني ايه جريتر ذان 0؟ يعني الرقم اللي جنب الاكس ديت اكبر من الزيرو. يبقى الكوروليشن بين الاكس والواي هيبقوا ايه؟ هل هيبقوا دايركت ولا انفرس ولا بيرفكت ولا نايلستيك؟ انا قلت لك ان الرقم اللي جنب الاكس دوت بيحدد هو دايركت ولا انفرس، بس ما يقدرش يحدد لك هو سترونج ولا ويك ولا ميديوم، دي مش شغلته. شغلته ان هو يحدد لك هو دايركت ولا انفرس بس، وطالما الرقم دوت اكبر من الزيرو يبقى اكيد هيطلع دايركت. طيب تعالى اوريك بقى فكره تانية مختلفه شويه، اللي هي الفكره ديت. طبعا كل المسائل دي احنا هنحلها مع بعض على نفس الموضوع، بس في فكره مهمه جدا عايز اوريها لك علشان لو كان مديك التيبل زي كده. بص معايا بقى يا صاحبي، بيقول لك ايه في المساله هنا. مديك التيبل ذات نفسه ومديك الايكويشن، قايل لك ان الايكويشن 42.2 بلس 0.3 اكس، وهو عايز الايرور لما الاكس بكام؟ ب 10. طب ما انت قول لي اصلا الريل فاليو اصلا لما الاكس ب 10 طلع معاه بكام؟ بص على الجدول بقى، ال 10 مطلعه كام هنا من الجدول؟ 8. يبقى المفروض لما اشيل الاكس دي واحط 10 المفروض الاجابه تطلع معايا ب 8. هي مش طالعه معايا ب 8، هو طالعه بكام؟ تعال نشوفها بقى نحسبها عشان نعرف هي اصلا طالعه بكام. يبقى انا هعمل 4.2 وهعمل بلس 0.3 وهعملها ملتبلاي 10. تتوقع ان هي هتطلع ب 8؟ لا مش هتطلع ب 8، اكيد هيطلع برقم تاني. طلعت ب 7.2. طلعت ب 7.2. اختار 7.2؟ ما هي اصلا مش موجوده في التشوز، ولو كانت موجوده مش هختارها، لان هو بيقول لك عايز الايرور. هي ال 8 هي ما حسبتش انا على ال 8، انا طلعتها ب 7.2، يبقى في غلطه قد ايه؟ اعمل 8 ماينس 7.2 اللي هي هتديني 0.8. ونشوف الفكره دي تاني، ومعانا فكره متكرره تاني بس احنا هنحلها باسلوب مختلف. الفكره دي احنا خدناها في الاول خالص وكان معانا التيبل، والتيبل دوت احنا كنا عايزين نحسب منه الايكويشن، واتفقنا عشان نحسب ارجع لك بس على اللي انا قلته وهديك طريقه سهله دلوقتي بالكالكوليتر هتخلص لك الموضوع في 3 ثواني. يلا بينا. دلوقتي الجدول دوت لو احنا كنا عايزين نكون الايكويشن كنا هنحسبها ازاي؟ اول حاجه المفروض ان احنا كنا هنجيب الاكس وكنا هنجيب الواي وكنا هنجيب الاكس واي وكنا هنجيب الاكس باور 2 كنا هنجيب الواي باور 2. مش ده اللي احنا عملناه؟ عملنا هنا 1 و2 و3
وعملنا هنا 6 و5 و4 وجبنا بقى الاكس وواي وجبنا الاكس باور 2 وجبنا السمشن وبعد كده اشتغلنا صح؟ طب ما تيجي نحلها بطريقه سريعه بالكالكوليتور، مش هتلاقي الطريقه دي في اي حته، تعالى افكرك بيها، تعالى اوريك حاجه جديده على الكالكوليتور هتخلص لك الموضوع بسرعه، وتعالى نكتب الكلام ده كله على الكالكوليتور ونطلع الايكويشن اوف ريجريشن. الايكويشن اوف ريجريشن ديت كانت عباره عن ايه؟ بي اكس بلس ايه، يعني انت عايز الرقم اللي جنب الاكس وعايز الرقم اللي جنب الايه. انسى بقى الحاجات اللي احنا كتبناها ديت وتعالى نعمل الجدول ده على الكالكوليتور. بص يا صاحبي، اول حاجه هتخش على الكالكوليتور وتختار مود وهتختار نمبر 3. 3 دي اللي هي الستاتستكس، يبقى انت كده شغال الستاتستكس. انت عايز تحسب ايه بقى؟ انا كنت عايز احسب الايكويشن اوف ريجريشن. الايكويشن اوف ريجريشن دي اللي هي بي اكس بلس ايه. الكالكوليتور هنا كاتبها لي ايه بلس بي اكس، حلو برضه مفيش مشاكل، يعني الرقم اللي لوحده اسمه ايه والرقم اللي جنب الاكس اسمه ايه؟ بي. هندوس رقم 2. الكالكوليتور بتقول لك اكتب لي الجدول، تعالى نكتب لي الجدول. هنكتب له 1 ايكوال 2 ايكوال 3 ايكوال. بعد كده هنخرج بره نطلع فوق ونبدا نكتب الواي كانت 6 ايكوال 5 ايكوال 4 ايكوال. يبقى احنا كده سجلنا الجدول بتاعنا. بعد ما سجلنا الجدول 4 ايكوال، احنا كده سجلنا الجدول صح؟ هندوس اي سي. طب بعد ما ندوس الاي سي هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نحسب الايكويشن اوف ريجريشن. علشان نحسب الايكويشن اوف ريجريشن هندوس شيفت ونختار 1 اللي statistics ونختار نمبر 5 اللي هي الريجريشن. هيديني A و B و R. طيب تعالى احنا دلوقتي عايزين نحسب مين؟ احنا عايزين نحسب ال A وال B، الرقم اللي جنب الاكس والرقم اللي لوحده. تعال نحسب الرقم اللي جنب الاكس. الرقم اللي جنب الاكس اللي هو كان البي اللي هو 2، هندوس هنا 2 وندوس ايكوال. فالكالكوليتور طلعتها لي كام؟ نيجاتيف 1. يبقى انت كده عرفت ان الرقم اللي جنب الاكس نيجاتيف 1، اللي جنب الاكس هنا بوزيتيف 1، اللي جنب الاكس هنا بوزيتيف 1، يبقى لا اما دي صح لا اما دي صح، انا مش عارف. فهجيب الرقم بقى اللي لوحده. طب الرقم اللي لوحده هجيبه ازاي؟ هعمل على الكالكوليتور شيفت وادوس 1 تاني واطلع 5، و5 ديت اختار منها ايه بقى اللي هو الرقم اللي لوحده وادوس ايكوال. هتقول لي 7 وبكده هختار 7، يبقى دي الاجابه اللي صح ودي اللي هتبقى غلط. يبقى بكده ممكن اكتب المساله على الكالكوليتور واطلع منها الاي والبي. يعني فاكر المساله الاولانيه اللي كانت عندي ديت اللي هي كانت الارقام الكبيره واحنا رحنا ونقلنا وجينا فاكر انت المساله الكبيره ديت؟ تعالى اوريها لك تاني كده. المساله دي اصلا اهي، المساله دي احنا كان ممكن نحطها على الكالكوليتور على طول. طب الكالكوليتور كمان فيها حاجه تانية، ده فيها شيفت و1 وممكن تدوس 5 وتلاقي كمان الار دي بقى مين؟ اللي هو سواء بيرسون بقى او سبيرمان، او هو يحسب لك الار بطريقته، فهو هنا حسبها بطريقه مين؟ بطريقه بيرسون، فطلع لك ان الاجابه ان الار هنا كمان طلعت كام؟ طلعت نيجاتيف 1. يعني ممكن كمان نستخدمها في الجدول بتاع بيرسون. وبكده نبقى احنا خلصنا كل الافكار بتاعه شابتر 1. ان شاء الله ذاكر كويس، هستناك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي لما اكون ان شاء الله هبدا في شابتر 2 وهقول لك شابتر 2 انا هقسمه ازاي علشان الدنيا تبقى لطيفه وجميله معاك. مستنيكم وبحبكم، يلا ربنا معاكم.